ركنية حاضرة لصالح فريق الزوراء، والكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء. هنا باحث عن رأسية لكن يأتي مجددا الإبعاد، يأتي الإبعاد مجددا. اللعبة تعود هنا أمامنا، محاولة المرور والعرضية والرأسية لمن تغطية من الإمبراطور. الله! وها هي الكرة قد عانقت الشباك، والفرحة قد عانقت المدرجات بهدف أول لأصحاب الدار، لأصحاب الأرض، لقلوب في جوانبها ضرام يفوق النار وقدا واندلاعا. هذه هي الجماهير، جماهير تفوق النار وقدا واندلاعا، تندلع فرحتها، تندلع ابتسامتها بهدف أول يأتي عن طريق عن طريق القادم من الخلف سامال سعيد، جاي من الخلف وحامل معاه امال الهدف وامان الهدف، العرضيه والتغطيه الدفاعيه، لكن التسديده والكره وين تنفض الشباك التي ظلت صامته، ظلت ظامئه، ظلت مشتاقه لهدفها الاول، وياتي اخيرا عن طريق سامال سعيد. شوف الكره وين صعبه، ورغم التألق، رغم البراعه، رغم الجمال يا حميد النجار، لكن سامال قال لابد من ابتسامه اولى لجمهور الزوراء، لابد من ابتسامه وفرحه اولى. تمريرة استلام بصورة ممتازة، أحمد جلال يحاول التقدم، أحمد جلال والانطلاق والكرة العرضية، لكن أجل أحمد جلال يعيدها مباشرة إلى علاء عباس. علاء عباس، كرة من علاء إلى محمد جابر، عايدة كرة محمد جابر لآخر اللاعبين عباس الكعبي في المنتصف. عباس تمريرة وكرة نقلات بصورة جميلة، واستلام هنا أمامنا، هنا عزف جماعي، عزف جماعي، تقدم للأمام والمحاولة لتسديد. الله! في الجول! سلام على الهدف وعلى جمال الهدف، ويا للجمال، يا علاء يا عباس، يا للإبداع ويا للجمال. قيثارة ومعزوفة جماعية 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 يا حكيم يا شاكر من لاعبي الزوراء، والفرحة الثانية حاضرة 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 في ملعب كربلاء، وكما هو مكتوب القليل من الهواء والكثير من الزوراء، بل أن القليل من الزوراء كالكثير من كل شيء، القليل من الزوراء كالكثير من كل شيء لعشاقه. شوف التسديدة في الشباك، وأجمل من التسديدة العزف الجماعي، لقطة جميلة قال فيها الزوراء عندما يكون ركل الكرة ونقل الكرات معزوفة جماعية، أجمل من الهدف. هذا الذي رأيناه أمامنا بصورة جميلة، يضعها علاء عباس، ولكن أجمل من الهدف. أرضية الملعب، إذن أحمد البلوشي هو البديل الذي يأتي من جانب نادي الوصل. انطلاقة أمامية وكرة ملعوبة، محاولة هنا للمرور والانطلاقة والبحث عن كرة عرضية وفي الجول. عرضية وثلاثية ثلاثية، والفرحة لا عراقية، لا حدود لها مع الزوراء، لا حد لها مع الزوراء. تعاود الابتسامة مدرجات ملعب كربلاء بهدف ثالث، وقلنا يا جماعة بهذا الأداء هناك أهداف قادمة، هناك أفراح قادمة، هناك ابتسامات قادمة تنثر في المدرجات. حكيم شاكر يطمئن تماما بأداء ونتيجة وإبداع وإمتاع حتى الإقناع لفريق الزوراء. طلاقة بصورة جميلة، وهادي ورايق تماما. علاء عباس يضع الكرة في الشباك بهدف جميل وهدف رائع، ويا هدوءك ويا إمتاعك ويا جمالك
ويا متعتك يا علاء عباس. الكرة العرضية جميلة واللمسة العراقية أجمل، والكرة الثالثة في الشباك في الشباك. معلن عن هدف ثالث، معلن عن هدف ثالث. نقلة أمامية صفاء هادي، تغيير اتجاه اللعب من جانب صفاء هادي، ومحاولة داخل منطقة الجزاء والبحث عن كرة عرضية وفي الجول. بلا رحمة بلا رأفة يقسو الزوراء على الوصل برباعية في ليلة من ليالي الأنس والطرب الكروي العراقي. هدف رابع يأتي للزوراء، ويا للفرحة يا حكيم لطفل صغير في سنه، لكن شاب حب الزوراء في دواخله وكبر عشق الزوراء في دواخله. إذا في يوم من الأيام الجميلة الزوراء، في ليلة من ليالي الأنس والمتعة والطرب العراقي، الهدف الرابع يأتي عن طريق الجميل عن حيمة، انطلاقة أمامية وعرضية، وقال له جيب الرباعية وفرحنا فرحنا فرحنا. هذه رسالة أحمد جلال، وقال علي رحيمة أهلا بالفرحة الرابعة وأهلا بالابتسامة الرابعة. فرحة كبيرة في المدرجات بهدف رابع جميل. فهل تكون نظرة ولقاء مع الشباك بخماسية؟ نعم، في الجول الخماسية لنادي الزوراء. وقالوا زمانا، قالوا قديما ارحموا عزيز قوم. هذا من نادي الزوراء وما نخاطب به الزوراء، يقسو بقوة على فريق كبير كالوصل بخماسية قاسية. كرة تعانق الشباك وتعلن عن الهدف الخامس في مباراة اليوم. وحكيم شاكر يطرق باب السماء بشكر ودعوات ناطقة بالشكر والحمد على هذه الخماسية. لكن ارحموا عظمة وتاريخ. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.